لماذا يرفض النظام المغربي إجراء استفتاء حر في الإقليم المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو إذا كان واثقا من ولاء الصحراويين للدولة المغربية؟ لماذا لا يسمح للصحراويين أن يختاروا بين الاستقلال أو الاندماج داخل المغرب؟ أليس من يخاف الاستفتاء يخاف الحقيقة، يتساءل أحدهم؟ لماذا تعرض الرباط على البوليساريو ما رفضته الأخيرة مع الإدارة الإسبانية في السبعينات؟ أليس مشروع الحكم الذاتي مؤامرة للالتفاف على حق الشعب الصحراوي للاستقلال وتقرير المصير، خاصة وأن القضية الصحراوية تندرج في إطار تصفية استعمار؟ يتساءل أحدهم. أليس مستحيلا تحديد مصير الأراضي غير المستقلة دون استشارة شعبية تقرها القوانين والأعراف الدولية؟ هل كان للصحراويين أن يصمدوا طيلة 3 عقود لولا أنهم أصحاب قضية عادلة يزداد عدد المؤيدين لها يوما بعد يوم؟